عندنا شيء من اللخبطة في فهم الحالة الدينية في سوريا، واللخبطة هذه ممكن جزء منها لأنه فيش مصادر مكتوبة والله إلا اللخبطة مش في سوريا وحدها. نعم. اللخبطة في العالم الإسلامي كله، وبلاد الشام جزء من العالم الإسلامي. لذلك من أسباب الاضطراب في فهم الأشياء وتصورها البحث عن الأشياء في محيطها المحلي دون ربطه بالمحيط العام. لذلك نحن أحيانا ندور في حلقة مفرغة لا نصل إلى نتيجة، لأننا نبحث عن الأشياء في نطاق زمان محدود ومكان محدود، والقضية أوسع من ذلك بكثير زمانا ومكانا. الذي تتفضل به من السؤال عن سوريا، أنا أحتاج أن أستطرد إلى شيء قبل ذلك إن سمحت لي. فنحن الآن في ما يسمى بعد الزلازل الهزات الارتدادية. الهزات الارتدادية في الزلازل هذه تطول وخطيرة. قبل قرن كامل وأكثر بقليل حصل زلزال هدم العالم الإسلامي، الذي هو انهيار الدولة العثمانية التي كانت تسمى الرجل المريض. وكان المتربصون من الدول الغربية ينتظرون الإجهاز على الرجل المريض حتى يستولوا على تركته. طيب تخيل أنت إنسانا يعيش في ذلك الوقت منتميا إلى كيان كبير واسع ممتد، ثم فجأة يجد نفسه في كيان محدود مقيد محكوم من أعداء الأمة. هزة فظيعة جدا. الدولة العثمانية لا أقول إنها كانت في عصرها الأخير هي النموذج المنشود، فحكومة الاتحاد والترقي التي تسلمت زمام الأمور في الدولة العثمانية بعد خلع السلطان عبد الحميد، هذه الحكومة ليس بينها وبين الحكومات الحديثة فرق كبير، ولعلها هي التي أتت بهذا الذي نعيشه اليوم. انهيار الدولة العثمانية زلزال، بسببه فقد المسلمون نظامهم السياسي ووجودهم السياسي في العالم. بغض النظر، الآن ربما يأتي أحد يتفلسف يقول ملك عضوض، يقول ملك جبري، يقول خلافة كذا، هذه فلسفة. الدولة العثمانية كانت ممثلا سياسيا للمسلمين كائنا ما كانت. هذا الممثل فقد فجأة من العالم. حصل بهذا السبب زلزال أدى بكثير من الناس إلى البحث كيف نعيد هذا الشيء المفقود. فكان ذلك بدأ سببا في نشوء حركات إسلامية، في نشوء تيارات، في نشوء اتجاهات، كلها ترمي إلى إنقاذ العالم الإسلامي مما حل به. تسلطت الدول الاستعمارية، ثم جاءت بعدها حكومات محلية، لن أسميها وطنية، سأسميها حكومات محلية. ثم جاءت بعد هذه الحكومات المحلية الدول القمعية الديكتاتورية التي يراد للعالم الإسلامي أن يحكم بها. وهنا بدأت الكلمة التي عبرت عنها اللخبطة. بدأت اللخبطة بين العلاقة بين الحاكم والدولة من جهة، وبين العلماء والمجتمع من جهة أخرى. هذه اللخبطة بين السياسة والحكم من جهة والدين والمجتمع من جهة أدت إلى نشوء سببين عظيمين جدا من أسباب انعدام التصور السليم عند كثير من الناس. الأمر الأول المكابرة
في المحسوس. المكابرة في المحسوس يعني أنا أرى الشيء بعيني ثم أقول هذا الشيء غير موجود. أسمع الكلام بأذني أقول هذا الصوت غير موجود. أقرأ التاريخ فأنفي التاريخ. أعلم واقع المجتمع فألبس المجتمع ثوبا غير ثوبه. هذه مكابرة بالمحسوس. الأمر الثاني الذي أثر في نشوء الفوضى والاضطراب في الفكر في العالم الإسلامي القياس الباطل. القياس الباطل هو قياس الحاضر على التاريخ أو تنزيل التاريخ على الحاضر. من استعمل المكابرة بالمحسوس ومن استعمل القياس الباطل؟ المكابرة بالمحسوس استعملتها الحكومات التي نشأت. تنكر التاريخ، تنكر حقيقة المجتمع، تنكر مكانة الدين في الحياة، تنكر المسلمات التي تعرفها الناس، وتلزم الأجيال على إنكارها، ثم تؤسس المناهج التعليمية لإنكار المحسوسات. فنشأت أجيال على إنكار المحسوسات في العالم الإسلامي كله وسوريا من ضمنه. هذا من طرف الحكومات. طبعا هذه الحكومات هي لا تدعي الدين، بالعكس هي ربما تصرح بأنها حكومات علمانية لا دينية. الطرف المقابل، الطرف الديني، لجأ إلى القياس الباطل. يريد أن يقيس الحاضر على الغائب، الشاهد على الغائب، مع الفارق الشديد بين الحاضر والماضي. وضعنا الحالي نحن في هذا القرن لا تعلق له بالتاريخ الإسلامي السابق، لا من قريب ولا من بعيد. هذه الحكومات التي سيطرت على العالم الإسلامي لا يمكن قياسها على الدول الإسلامية السابقة، لا على الأمويين ولا على العباسيين ولا على السلاجقة ولا على الأيوبيين ولا على المماليك ولا على العثمانيين. نحن أمام وضع طارئ جديد. موطن الفارق الأساسي مسألة الشريعة وتحكيمها؟ نعم، تلك حكومات مسلمة ربما ظهر منها ظلم للناس. الآن هذه الدول هي تعلن أنها ليست مبنية على الإسلام، وتعلن أيضا أنها ضد الدين في بعض الأحوال. فقياس هذه الدول على الدول السابقة هذا تغرير بالأمة، تغرير بالناس. استعمل هذا القياس من جهة الاتجاهات الإسلامية استعمالين باطلين. أما الاستعمال الأول فهو أن ذيول هذه الأنظمة الحاكمة من المشايخ ومن المنتسبين إلى العلم يجعلون هذه الأنظمة تتمتع بميزات الحكومات الإسلامية القديمة. هذا قياس باطل. الطرف الثاني المناهض للدول والحكومات يلجأ إلى قياس آخر في مقارعة هذه الحكومات، فيلجأ إلى قياس المجتمعات الإسلامية اليوم على المجتمعات الإسلامية السابقة، ويطلب من هذه المجتمعات المضللة المغيبة التي نشأت على إنكار المحسوسات، يطلب منها أن تفعل أو أن يفعل العلماء ما كان في زمن العز بن عبد السلام ونحوه. إذن الطرف الديني سواء كان مواليا للحكومات أو مناهضا لها يلجأ إلى قياس باطل، والطرف الحكومات والجانب السياسي يلجأ إلى المكابرة في المحسوس. نعم. هذا التزاوج بين المكابرة في المحسوس وبين القياس الباطل ولدت
تصورات وأفكار ورؤى ومناهج ومدارس كلها تبني على البحر، لأنها لا تستند إلى شيء سليم. فهذا أصاب العالم الإسلامي كله، وظهرت تجلياته في البلدان، كل بلد بحسب واقعه وواقع أهله. هذه المقدمة لابد منها لنفهم أساس الذي المشكلة حصل في سوريا.